لا تدع المقاول يبدأ العمل. قبل أن تطرح هذه الأسئلة الخمسة، كثير من الخلافات في مشاريع البناء لا تبدأ بسوء التنفيذ بل بسوء الاتفاق. فصاحب المنزل يظن أن شيئا معينا مشمول في السعر، والمقاول يظن أنه عمل إضافي، وعندها تبدأ المشكلات. لذلك قبل أن يبدأ أي عمل اسأل هذه الأسئلة: ما الذي يشمله السعر بالتحديد؟ وما الذي لا يشمله؟ من سيوفر المواد؟ وكم هي المدة المتوقعة لإنهاء العمل؟ وإذا ظهرت أعمال إضافية كيف سيحسب ثمنها؟ قد تبدو هذه الأسئلة بسيطة، لكنها تجنبك كثيرا من سوء الفهم والخلافات. فالاتفاق الواضح لا يحمي المقاول فقط، بل يحمي صاحب المنزل أيضا. وتذكر، لا تبدأ أي مشروع بوعود شفهية فقط، بل احرص على أن تكون التفاصيل واضحة ومتفقا عليها مسبقا. فدقائق تقضيها في التوضيح قبل البداية قد توفر عليك أياما من النقاش وخسائر كثيرة بعد ذلك. اكتب في التعليقات: ما هو أهم سؤال ترى أنه يجب طرحه على المقاول قبل بدء العمل؟ لا تدع المقاول يبدأ العمل. قبل أن تطرح هذه الأسئلة الخمسة، كثير من الخلافات في مشاريع البناء لا تبدأ بسوء التنفيذ بل بسوء الاتفاق. فصاحب المنزل يظن أن شيئا معينا مشمول في السعر، والمقاول يظن أنه عمل إضافي، وعندها تبدأ المشكلات. لذلك قبل أن يبدأ أي عمل اسأل هذه الأسئلة: ما الذي يشمله السعر بالتحديد؟ وما الذي لا يشمله؟ من سيوفر المواد؟ وكم هي المدة المتوقعة لإنهاء العمل؟ وإذا ظهرت أعمال إضافية كيف سيحسب ثمنها؟ قد تبدو هذه الأسئلة بسيطة، لكنها تجنبك كثيرا من سوء الفهم والخلافات. فالاتفاق الواضح لا يحمي المقاول فقط، بل يحمي صاحب المنزل أيضا. وتذكر، لا تبدأ أي مشروع بوعود شفهية فقط، بل احرص على أن تكون التفاصيل واضحة ومتفقا عليها مسبقا. فدقائق تقضيها في التوضيح قبل البداية قد توفر عليك أياما من النقاش وخسائر كثيرة بعد ذلك. اكتب في التعليقات: ما هو أهم سؤال ترى أنه يجب طرحه على المقاول قبل بدء العمل؟